مرحبا بكم في قناة زانين. في هذه السلسلة المؤلفة من 12 حلقة تشرح قناة زانين كتاب الوجود القومي الكردي بين الفلسفة والسوسيولوجيا السياسية من تأليف الدكتور عويرفان مصطفى. الحلقة الأولى: هل يمكن لأمة أن توجد خارج الدولة؟ سؤال الحلقة وخطافها: هل الأمة كيان لا يرى إلا حين يمتلك جيشاً وحدوداً وعلماً، أم أن الدولة ليست سوى إحدى صور ظهور الأمة؟ وإذا كان الكرد يعيشون موزعين بين دول عدة، فهل يعني ذلك أنهم غائبون عن التاريخ، أم أن المشكلة تقع في تعريفنا للتاريخ نفسه؟ مرحباً بكم في زانين، المنصة التي تفتح للفلسفة والكردولوجيا فضاءً عربياً للحوار. في هذه السلسلة نقرأ كتاب الدكتور عويرفان مصطفى الوجود القومي الكردي بين الفلسفة والسوسيولوجيا السياسية. لا نتعامل مع الكتاب بوصفه تقريراً سياسياً مباشراً، بل بوصفه محاولة لإعادة بناء السؤال من جذره: ما معنى أن يكون لشعب وجود قومي؟ يبدأ المؤلف من تجربة معرفية وشخصية. كان موضوع بحثه الأكاديمي يدور حول الهوية القومية الكردية، لكن هذا العنوان واجه اعتراضاً داخل المؤسسة الأكاديمية نفسها، كأن التفكير في الهوية القومية لا يمكن أن يكون علمياً إلا إذا تخلى عن اسمه. اضطر البحث وفق سرد المؤلف إلى الانزياح من سؤال الهوية القومية إلى سؤال اللغة وفلسفتها، وهنا تظهر المفارقة الأولى. أحياناً لا تمنع الجماعة من الكلام فحسب، بل تمنع من تسمية موضوع كلامها. ثم ينتقل الكتاب إلى مشهد مؤتمر علمي حول كتابة تاريخ العراق. في هذا المشهد يصطدم المؤلف بنموذج من العقل المعرفي الذي يقرأ التاريخ بوصفه تاريخ سلطة واحدة، ويختزل العراق في سردية مهيمنة، بينما يرى المؤلف أن تاريخاً آخر يظل حاضراً، تاريخاً كردياً يتصل في العراق الحديث بحكومة الشيخ محمود الحفيد، وبخبرة سياسية لا يجوز حذفها من الصورة العامة. القضية هنا ليست إضافة فصل كردي إلى هامش تاريخ مكتمل، بل مساءلة معنى التاريخ المكتمل نفسه. الحداثة بوصفها عقد هيمنة. يرى المؤلف أن الدولة الحديثة ليست جهازاً إدارياً محايداً فحسب، إنها في صورتها القومية المتصلبة تقوم على قدر من التنميط والهيمنة. كانت الهيمنة في عصور سابقة عسكرية مباشرة، قوة تنتصر فتقيم دولة. أما في العصر الحديث فقد صارت الهيمنة ثقافية أيضا: لغة معيارية، ذاكرة رسمية، مدرسة موحدة، إعلام مركزي، ورواية وطنية واحدة تطلب من الجميع. في هذا المنظور لا تدخل الجماعة التاريخ الحديث بوصفها جماعة حرة تماما، بل بوصفها طرفا في ثنائية السيد والعبد. هناك من يملك القدرة على تعريف المجال السياسي والثقافي، وهناك من يطلب منه أن يقبل التعريف المفروض عليه. لكن المؤلف يضع الوجود الكردي في موضع مربك لهذه الثنائية، فالكرد بحسب أطروحته لا يريدون أن يكونوا عبيداً، ولا يريدون في الوقت نفسه أن يتحولوا إلى سادة يستعبدون غيرهم. إنهم يرفضون قواعد اللعبة التي تجعل الاعتراف بالجماعة مشروطاً بامتلاك قوة الهيمنة. هذه الفكرة هي مدخل الكتاب إلى الأنطولوجيا. فالأنطولوجيا لا تسأل أولاً ما موقع الكرد في ميزان القوة، بل تسأل ما نوع الكينونة التي يفترض أن تكون عليها الجماعة حتى يعترف بها النظام الحديث. هل يجب أن تصبح الأمة دولة مركزية متجانسة؟ هل يجب أن تصوغ هوية واحدة وتفرضها؟ أم يمكن أن يكون الوجود القومي مشروعاً للتعدد لا مشروعاً للسيطرة؟ استعارة سيزيف. يستعين الكتاب بصورة سيزيف، الرجل الذي يحمل الصخرة إلى قمة الجبل فتتدحرج إلى أسفل ويعود إلى حملها من جديد. في القراءة الشائعة يبدو سيزيف صورة للعبث، جهد متكرر لا يؤدي إلى غاية.
وهكذا تبدو الثورات الكردية في عيون بعض المراقبين: انتفاضات، قمع، عودة إلى نقطة الصفر، ثم انتفاضات جديدة. لكن المؤلف يقلب الاستعارة. ماذا لو لم يكن هدف سيزيف هو الوصول إلى قمة الجبل وفق تعريف القوة السائد؟ ماذا لو كان يبني بالصخر طريقاً آخر؟ وماذا لو كان الكرد لا يكررون الفشل نفسه، بل يختبرون عبر محاولاتهم المتكررة حدود النظام الذي يرفض الاعتراف بهم إلا إذا أعادوا إنتاجه؟ بهذا المعنى لا يصبح السؤال لماذا لم يصل الكرد إلى قمة الدولة القومية، بل هل القمة نفسها هي الغاية الوحيدة الممكنة؟ إذا كانت القمة تعني أن تتحول الجماعة إلى قوة صهر وإقصاء، فقد يكون رفضها لا عجزاً عن بلوغها، بل اعتراضاً على معيارها. الكرد خارج التاريخ أم خارج تعريفه الضيق؟ تتعامل بعض القراءات الحداثية مع التاريخ بوصفه ميداناً لصراع السادة والعبيد، أو ميداناً لا يثبت فيه إلا من أقام دولة مركزية. وفق هذا التعريف يبدو الكرد شعباً متأخراً أو ناقص الوجود السياسي. أما المؤلف فيرى أن هذه النتيجة ليست اكتشافاً عن الكرد بقدر ما هي نتيجة لأداة القياس المستخدمة في دراستهم. فإذا قسنا الأمة بقدرتها على الهيمنة، سنجد أن الوجود الكردي يبدو ناقصاً. أما إذا قسناها باستمرار الذاكرة واللغة والثقافة والقدرة على إعادة إنتاج الجماعة، فسنجد كياناً تاريخياً لم يختفي رغم التقسيم والعنف ومحاولات الصهر. لا يعني ذلك أن الجماعة محصنة من التناقضات، أو أن تاريخها يخلو من الصراعات الداخلية، بل يعني أن غياب الدولة لا يساوي غياب الوجود القومي. يربط المؤلف هذا السؤال بتقسيم الكرد بين 4 دول حديثة. فالمشكلة ليست جغرافية فحسب، وليست مسألة حدود مرسومة على الخريطة، إنها اختلاف بين كينونة اجتماعية وثقافية، وبين دول قومية تريد أن تجعل كل جماعة داخل حدودها صورة من الأمة المهيمنة. لذلك يعود سؤال الاستفتاء والاستقلال في الكتاب بوصفه اختباراً للتعارض بين إرادة قومية محلية ونظام إقليمي ودولي لا يخرج بسهولة من منطق الدولة القومية المغلقة. خلاصة وتأمل فلسفي. الحلقة الأولى لا تقدم حلاً سياسياً جاهزاً، بل تغير نقطة البداية. الوجود القومي الكردي في منطق المؤلف ليس قضية دولة فقط، ولا قضية اعتراف قانوني فقط، بل قضية اعتراف أنطولوجي. الاعتراف بأن الأمة يمكن أن تكون وجوداً حياً قبل أن تصبح دولة، وأنها قد تطلب نظاماً سياسياً لا يكرر منطق الهيمنة الذي أوقعها في التهميش. ما الذي نتعلمه من ذلك؟ أولاً، أن السؤال السياسي يتأسس على سؤال فلسفي سابق. ثانياً، أن التاريخ ليس محايداً حين يكتب من داخل مركز واحد. وثالثاً، أن الكرد لا يظهرون في الكتاب بوصفهم ضحية فقط، بل بوصفهم تحدياً لمفهوم الأمة الحديث نفسه. التأمل الختامي. ربما لا يكون الكرد خارج التاريخ، ربما يكون تاريخهم دعوة إلى تخيل تاريخ لا يحتاج فيه الاعتراف إلى سيد وعبد،